ازاي تتعلم الانجليش من البيت. والطريقه دي لو جربتوها هتبقى بالنسبه لكم احسن من اي كورس. ولو انتوا فاكرين ان احنا في السلسله دي هندي مصادر عشوائيه واي اي، هندي من كامبريدج، بريتش كونسل وحاجات اكتر. دي الحلقه الاولى من السلسله، فتاكدوا انكم عاملين فول عشان النهارده هنتكلم عن الجرامر من مصدر واحد بيشرح لكل المستويات بشرح بسيط وبامثله. وطبعا عشان الجرامر حاجه عمليه فلازم يبقى فيه تيست على كل درس، واللي بتشرح لكم هنا هي البريتش كونسل. ودي الحلقه الثانيه من الاستماع والاكسنت. ولو فاكرين ان انا هديلكم سكرين شوت من يوتيوب شانل شكلها ممله فانتم غلطانين، عشان النهارده عندنا 3 خطوات بالظبط نتكلم بيها زي النيتيفز او احسن. مش اوفر دي؟ تعالوا نجرب ونشوف. زي ما قلنا انت بتختار اليوتيوب شانلز اللي عجباك. انا عن نفسي اللي بحبها BBC Learning English، لان هي مليانه مواضيع متنوعه، السرعه بتاعتهم بتكون كويسه ان انتوا تلقطوا وراهم وتكتبوا كمان لو عايزين. رقم 1 ان انت تختار موضوع انت حابه او عايز تتكلم عنه اكتر، وهنا ممكن نختار الديلي روتين او الروتين اليومي. رقم 2 هنكرر وراها، وتعالوا ناخد مثال على الديلي روتين. I eat breakfast. I eat breakfast. I go jogging. I go jogging. I get the bus to work. I get the bus to work. بعد ما تخلص الفيديو تعرف الكلمات والجمل الأساسية اللي انت محتاجها، هتبدأ تتكلم عن الموضوع ده بشكل حر لمدة دقيقة أو دقيقة ونص. ولو عملت ريكورد لنفسك وقارنت النطق بتاعك بالفيديو هيكون أحسن حاجة. ودي الحلقة الثالثة للرايتنج من كامبريدج. ولو انتم زي كنتوا فاكرين ان الرايتنج ده مش مهم غير للأوفيشال ايميلز وللامتحانات فاحنا غلطانين. لما بتكتبوا كلمة غلط معناها كمان ان انتوا بتنطقوها غلط. زي الكلمة دي ناس كتير قوي بتكتبها وبتنطقها صح. الكتابة دي من أهم المهارات اللي بتبين لك مشاكلك ايه في اللغة، مدى تعبيرك بيها، ومن أهم المهارات اللي لازم تكون عندك. مش عارفه ليه دايما الفيديوهات بتتكلم عن ازاي تظبط السبيكنج، ازاي تحسن الاكسنت، ومحدش بيتكلم عن الكتابه، مع ان دي اساسيه ودي اللي بتظبط المهارات اللي احنا قلناها. So without further ado، ازاي نتعلم ونطور الكتابه ومش من AI، من كامبريدج. ولو انتم مش عارفين تكتبوا عن ايه فدي مش مشكله خالص، لان الموقع بيديلكم مستويات ومواضيع متنوعه، beginner advanced health care وجست فور فن، ودي بتبقى شبه فيديوهات السوشيال ميديا. وعشان البرين روت مؤثر عليا دي اول حاجه دخلت عليها. بعد ما بتختاروا الموضوع بتبداوا تظبطوا التايمر وتحاولوا تغطوا كل النقط اللي هو كاتبها لكم عشان تاخدوا سكور اعلى. وبعد ما تخلصوا كتابه هو مش بس بيصحح لكم ويقول لكم كل غلطاتكم هي ايه وليه، هو كمان بيقيم الكتابه دي اوفرول من 5. ومع المواظبه تقريبا بعد 10 اسيز بيبدا ان هو ييفالويت الانجليش ليفل بتاعكم اوفرول، فكانكم عملتوا بليسمنت تيست وانتوا بتتدربوا على الكتابه بطريقه ممتعه. والنهارده هنتعلم واحده من اهم وامتع المهارات اللي لازم تكون عندنا بعد ما اتعلمنا في الحلقات اللي فاتت الجرامر، السبيكنج والرايتنج. وطبعا اتاكدوا انكم عاملين فول عشان تستفيدوا. النهارده انا هحكي لكم بالظبط انا عملت ايه عشان احب الريدنج ويكون جزء من يومي العادي، ان انا بحب اقرا اي حاجه انجليش، بالذات في الانجليش لان مصادره سهله جدا. وفي الفيديو ده هوريلكم المصادر اللي انا بستخدمها واللي بحبها جدا واللي دايما بنصح بيها اي حد من صحابي عايز يتعلم انجلش. رقم 1 والابلكيشن اللي عمري ازهق منه، اللي بمسك موبايل صحابي عشان انزله لهم عشان يتعلموا منه. في مشكله واحده وهي الاعلانات، غير كده هو شبه بيرفكت. بتاخدوا منه كل القصص اللي انتوا عايزينها. اقراوا من على الابلكيشن كتب كتيره جدا، منها الكتب المشهوره زي اتوميك هابتس، اي كتب مشهوره عامه هتلاقوها عليه. الكتب اللي احنا كنا بناخدها ايام المدرسه، كتب كتيره جدا عمركم ما هتزهقوا منها. بيديلكم معنى كل كلمه انتوا عايزينها، وكمان بعدها بتحلوا على القصه عشان تاكدوا ان انتوا فهمتوا. فانتوا كده وانتوا قاعدين في نص اليوم هتمسكوا الموبايل نص ساعه ولا حاجه، تقعدوا تختاروا القصه اللي انتوا حابين تقروها، تفهموها وتحلوا عليها. او لاي حد مستواه B1 B2 ان انتوا تجيبوا ارتكلز من على جوجل عادي جدا، جوجل ارتكلز، تشوفوا ايه الموضوع اللي انتوا بتحبوا تقروا عنه. انا عن نفسي بحب شويه اقرا عن الفضاء، بحب اقرا عن الصحه، فبخش اكتب هيلث كير ارتكل، بحب اكتب سبيس ارتكل وابدا ان انا اقرا عنه. بتلاقوا نفسكم ان انتوا في ليفل تاني، لا انتوا في ليفل اعلى بكتير. انتوا في ليفل ان انتوا بتقروا الحاجات اللي الامريكان لو عايزين يقروا حاجه بيقروها. هديلكم تيب صغيره عشان الريدنج يكون جزء طبيعي من يومكم، ان انتوا تشوفوا ايه اكتر وقت انتوا بتحبوا تقروا فيه كتب. انا عن نفسي بحب اقرا دايما كتاب قبل ما انام، فخصصوا النص ساعه مثلا اللي قبل النوم تكون لقرايه الستوري ان انجلش. حاجه كمان لو انت مستواك انترميديت لازم تعملها، فانت في مواضيع معينه لازم تكون مغطيها، منها الجلوباليزيشن، العولمه، سستينابيلتي، الاستدامه، اي حاجه تكون انفايرمنت فريندلي. في مواضيع كده معينه لازم تكون عارف عنها، عارف تتكلم عنها. انا بشوف ان الريدنج ده واحده من المهارات الاساسيه اللي هتعلمك المواضيع دي وتخليك تعرف تتكلم عنها، لان انت لو قريتها وشفت حد ازاي بيتكلم عنها انت كمان هتعرف تتكلم عنها. طبعا المهارتين دول ليهم علاقه ببعض، وكل ما تستغلهم اكتر مع بعض كل ما مستواك بيعلى بسرعه في الانجليش، وهم الريدنج والرايتنج. فتاكدوا انكم شفتوا حلقه الرايتنج. وطبعا احنا مش هنقضيها هنا كلام كورسات، فاستنوا الحلقه الجايه عشان هنتكلم عن السلانجز او لغه الشارع، ازاي تتعلم الانجليش من البيت. وعشان احنا متفقين في السلسله دي ان احنا مش هنتعلم كلام كورسات وخلاص، فالنهارده الحلقه الخامسه هنتعلم فيها السلانجز او لغه الشارع. يعني بذمتك انت قولي ما زهقتش من الكلمات التقليديه I go to school every day, I wake up at، خلاص هما ما بيتكلموش كده. بس طبعا اللي احنا قلنا ده دي المرحله الاساسيه، احنا عايزين نخش بقى على ليفل الوحش ونبدا واحده واحده نعرف هم فعلا بيتكلموا ازاي، الامريكان بيتكلموا ازاي في اليوتيوب، في الافلام، في المسلسلات. ده اللي هنتعلمه النهارده، الخطوه الاولى. وطبعا عشان خطتنا عمليه مش هنقف هنا، وهنبدا بالخطوه الاولى ننفذها سوا، وهو ان احنا هنحفظ 5 idioms كل يوم.
بس انا ما استخدمتهاش فهنساها. الخطوه الثانيه هي اللي هتقول لنا ازاي هنستخدم الايديومز دي كل يوم. فانا لقيت احسن طريقه لموضوع الايديومز ده ان انت تعمل عليه دايلوج او محادثه. وتعالوا ناخد مثال على الايديوم ده a piece of cake اللي غالبا سمعتوه في حته سواء فيلم او مسلسل. How was your English exam? Honestly, it was a piece of cake. Really, I thought it would be difficult. Me too, but the questions were super easy. انا عارفه ان الخطوه دي صعبه شويه، بس عن نفسي دي الحاجه اللي بتساعدني ان انا اذاكر الايديومز في كل اللغات، فجربوا تعملوها هتدعوا لي. العصفوره قالت لي انكم عايزين تغيروا حياتكم للاحسن، فتعالوا اقول لكم ازاي انا حياتي كلها اتغيرت بسبب ان انا بتكلم انجلش، وازاي انتوا كمان تقدروا تغيروا حياتكم. دي الحلقه السادسه من ازاي تتعلم الانجليش من البيت في 8 ايام، وانا كل ده عماله اقول لكم ازاي تتعلموا السبيكنج، الرايتنج، الليسننج. لقيت ان اللي هو طب ما لازم لو انا بتعلم حاجه اعرف انا بتعلمها لايه وبستفيد منها ايه عشان يفضل عندي الموتيفيشن ده. فتعالوا اقول لكم النهارده ازاي تقدروا تستغلوا الانجليش في حياتكم وايه اللي هيحمسكم ان انتوا تذاكروه. وطبعا اتاكدوا انكم عاملين فولو عشان هتستفيدوا. اول حاجه استفدت بيها بسبب الانجليش هي الجامعه. لو انت هتخش جامعه فيها انجليش هيبقى صعب قوي ان انت تذاكر مواد الجامعه مع ان انت تذاكر انجليش عشان تفهم المنهج. فان انت يبقى معاك انجليش من ايام المدرسه دي حاجه بتوفر عليك جدا، لان الجامعات اللي بتبقى فيها انجليش الصراحه بيبقى فرص الشغل قدام احسن. طيب لو انا كبير وخلصت الجامعه خلاص، رقم 2 التطوع. انا جالي فرصه تطوع في اندونيسيا، سافرت اندونيسيا لمده اسبوعين، كل حاجه تقريبا كانت مدفوعه لي ما عدا تذكره الطيران والفيزا، الاقامه، الاكل، الانترنت بتاعي، التنقلات، كل حاجه كانت مدفوعه بس عشان أنا بعرف اتكلم انجليش. واشتغلت هناك كمدرسه انجليش لمده اسبوعين في التطوع. فانتوا كمان لو معاكم انجليش تقدروا تتطوعوا. رقم 3 فرص شغل كتيره جدا. لما تكونوا بتتكلموا انجليش بجد في كميه فرص شغل هتكون قدامكم تحفه، وبتزودوا فرص قبولكم بان انتوا بيكون معاكم سكيل جنب اللغه. انا عن نفسي من الحاجات اللي انا اشتغلتها بالانجليش بس من غير اي سكيل يعتبر هي شغله الاتش ار. غالبا في بيحتاجوا previous experience، في لا. الحاجه اللي انا قدمت عليها ما كانتش محتاجه previous experience، فانا اشتغلت كاتش ار بس عشان انا معايا انجليش. لو عايز تظبط البرونسيشن، الاكسنت، والسنتنس ستراكشر، هي خطوه واحده محتاجينها وهي الشادوينج. النهارده مش جايه اقول لكم عن فوائد واهميه الشادوينج، انا جايه اشادو معاكم عشان تعرفوا تعملوا التكنيك ازاي في الخطه بتاعتنا. عشان النهارده اليوم السابع واليوم اللي قبل الاخير في ال8 day English study plan، فتاكدوا انكم عاملين فولو واستنوا الحلقه الجايه عشان نشوف الخطه كامله. بس النهارده هنعمل شادوينج سوا. والخطوه ان احنا هنتعلم التيبس اللي تخلينا نتكلم زي النيتيفز مش بالطريقه التعليميه، والفيديو ده ساعدني جدا. Because again, it's a T coming between two vowel sounds will be a flap T, sounds like a D. واخر خطوه عندنا هي الشادوينج. تقدروا تجيبوا اي فيديو شادوينج من على اليوتيوب. انا بالنسبه لي الفيديو ده عجبني، حسيت البيس بتاعه كان كويس وطريقه الكلام عامه كانت حلوه. واللي هنعمله في الفيديو ده ان احنا هنسمع هي بتقول ايه وهنردد وراها بنفس الطريقه بنفس البرونسيشن نفس كل حاجه بالظبط. Is this table available? Is this table available? Can we have a high chair for a child? Can we have a high chair for a child? Can we have a high chair for a child? Can we have a high chair for a child? انت عارف انك لو كل يوم ذاكرت جرامر، سمعت، عملت شادوينج، اتكلمت في موضوع من المواضيع دي، اتعلمت كلمات جديدة وسلانجز، واخيرا كتبت لمدة 10 دقايق، هتخلص اكتر من ليفل انجلش وكمان هتقدر فعلا تتكلم بيه.